يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل السردين المخلل أو المملح في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتكلم عنه كتير، هخليكي انتي تحكمي لما تشوفي يلا مع بعض نشوف المقادير عبارة عن ايه. معايا كيلو ونص سردين، نص كوباية زيت، ورق لورا، معلقتين كبار كركم، كيس ملح صغير، ومعلقتين كبار شطة. يلا نبتدي ونقول بسم الله. أول حاجة هجيب بولة فاضية وانزل بكيس الملح، وبعدها الكركم. الكركم ايه فايدته؟ انه بيديله اللون الذهبي او الاصفر الحلو اللي انتوا بتشوفوه دايما في المحلات. معلقتين كبار مليانين، وبعدها معلقتين كبار برضو مليانين شطة، واقلب ده كله كويس قوي مع بعض. وما تقلقيش لو اتبقى منك شوية بهارات او شوية توابل من الموجودة ديت، بتقدري تستخدميها في تتبيلة السمك العادي اللي احنا بنستخدمها العادي، ان كان مقلي او مشوي او صينية. زي ما انتوا شايفين كده، ده لونه وده شكله. السمك اللي معايا بجيبه من عند السماك، ببتدي ان انا اغسله حلو قوي واحطه في مصفى يتصفى حلو، مفيش ولا نقطة مية، وبعد كده احطه في الصينية وابتدي اجففه واحدة واحدة بالمنديل زي ما انتوا شايفين كده. هجهز علبة. الوصفة سهلة والنتيجة مضمونة بإذن الله والطعم تحفة، مفيش حاجة صعبة لحد دلوقتي، صح؟ هبتدي اسوي بس واظبط الكيس زي ما انتوا شايفين كده، ده بيكون شكله. بعد كده اخد من البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض وابتدي اعمل زي فرشة كده في الارضية، وبعد كده بنزل بكام ورقة لورا كده من تحت، وبمسك كل سمكية اجففها حلو جدا، ما يبقاش فيها ولا نقطة مية، تبقى جافة تماما، ولا نقطة ولا حتى تبقى مندية، جففيها حلو جدا بالمنديل كده واحدة واحدة كده، واهتمي بالموضوع ده قوي. لو ما اهتمتيش بالنقطة ديت ممكن لا قدر الله يبوظ منك، فاهتمي قوي ان انت تجففيه حلو قوي زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة تجيبيه من عند الراجل يتغسل حلو جدا ويتصفى، ما يتخزنش او ما يتخللش وهو في مية ابدا. شايفين المنديل معايا اتبل، ببتدي ابدله واجيب منديل ناشف تماما زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة. وارص كويس قوي واجفف زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طبعا الأكلة ديت مصرية 100%. أغلبنا مش بناكلها غير في شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين. ابتدي أجفف كل سمكية زي ما احنا شايفين كده، وبتكون الرصة بالشكل ده، شايفينها عاملة ازاي؟ وكل ما أرص طبقة ابتدي أرش على وشها، أرش على وشها ايه؟ ملح، كركم، شطة، ووزعي الملح كويس قوي عشان السمكية تتملح صح. بعد كده أنزل بورق اللورة. دي كده معايا أول طبق. أول حاجة بنرش الملح بالبهارات، بعد كده أنزل بالسمك، وبعد كده ملح وبهارات تاني، وابتدي أرص السمك تاني فوقيها، يعني زي طبقات، نظام طبقات كده. تمام. دي كده معايا آخر طبقة، ببتدي إن أنا أجففها كويس قوي. طبعا ما تلتزميش بكيلو ونص، مش شرط، شوفي انتي الكمية اللي تحبيها والبهارات زي ما أنا قلتلك.
طبعا بتقل البهارات على قد مقدار السمك. واحدة واحدة كده ببتدي أرش على السمك من البهارات والملح، كركم وشطة وملح. ما تفكروش ان الملح كتير، بالعكس خالص، ده ممكن كمان بعد ما بيتحدق ممكن كمان بيحتاج ان انت ترشي شوية ملح صغيرين. يعني ما تخافيش ان هو حادق معاكي او كده، لا خالص والله. اخر طبقة معايا بحط ورق اللورة وتكون معايا بالشكل ده. واخر حاجة هنعملها هننزل بنص كوباية الزيت على الوش كده. ما تقلقيش، هي كده كده الزيت هينزل لتحت، يعني ما تفكريش ان الوش بس اللي اخد من الزيت، لا، هتلاقي شوية شوية كده الزيت بينزل لحد تحت خالص، لحد اول سمكية احنا عملناه. وابتدي اقفل كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. اخرج الهواء اللي موجود في الكيس واقفلها حلو قوي. وده كده معايا اول كيس. شايفين الزيت من تحت عامل ازاي؟ ابتدي احطه في تاني كيس واخرج الهواء منه كويس قوي واكمل قفل. واربط حلو قوي، وتأكدي ان الهواء اللي موجود في الكيس طلع كله. بعد كده هجيب كيس كمان، كده تالت كيس، بس هقلبه على ظهره زي ما انتوا شفتوا كده، وابتدي ادخله بالشكل ده، تبقى القفلة من تحت. فهمتوا الفكرة؟ كده تضمني بإذن الله ان مفيش هواء يلمسه او يدخل له جوه. واقفل كويس قوي واخرج برضو الهواء منه واغطي بالعلبة. انا واثقة بإذن الله لو جربتيها بالطريقة ديت هتعجبك جدا وهتعتمديها لكل سنة بإذن الله، واي حد هيدوقها من ايدك هيحبها قوي وهيقولك الطريقة ازاي. او السردين المملح بالشكل ده هيقعد معايا قد ايه؟ من اسبوع ل10 ايام، مفتحش عليه نهائي. بعد كده تطلعي وتاكلي بيبقى زي الفل، وفي الاخر يطلع معايا بالشكل الجميل ده. ايه رأيكم؟ اطعم سردينة مملحة مش متخيلين طعمها رهيب قد ايه، والله تحفة، طرية بشكل رهيب، غير النظافة غير الشكل غير الطعم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، حباكوا تجربوا الوصفة ديت بصحة وعافية للي يجربها، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.